انت طول الوقت بتدي للشخص اللي موجود في حياتك اهتمام وبتحاول تطمن عليه وبتحاول تسأل وبتبادر طول الوقت علشان الشخص ده يحس بالأمان في العلاقة ويحس انك بتحبه وما تقدرش تعيش من غيره. لكن مرة واحدة كده تكتشف ان الشخص ده عايز يبعد عنك او عادي جدا بالنسبة له ان يسيبك ويبعد عنك كأنك مش فارق مع الشخص ده. ودي بتكون صدمة بالنسبة لك، انت ما بتكونش متخيل ان الشخص ده ممكن يوصل معاك لمرحلة زي دي. السؤال اللي بتسأله في بالك في الوقت ده هو الشخص ده ليه بيعمل كده؟ ليه بعد كل اللي عملته علشانه بيتعامل معايا بالطريقة دي؟ قصرت أنا معاه في إيه؟ ليه كل مرة بحاول أقرب منه بيحاول يبعد وبيحاول يصدني وبيحاول يتجاهل؟ لأن بكل بساطة أنت ماشي عكس الطبيعة البشرية. خليني بس أقول لك حاجة نفسية عايزك تهتم بيها كويس جدا وتفهمها وتحفظها. الإنسان دايما بطبيعته مش بيحب يقرب من الشيء أو مش بيحب يهتم بالحاجة اللي طول الوقت بتكون متاحة بالنسبة له. ما بيحسش بقيمتها ولا بيحس بتقديرها ولا بيديها التقدير اللي تستحقه، لأنها طول الوقت سايبة كل شيء معاها 24 ساعة. بس في نفس الوقت بيتعلق جدا وبيفهم وبيحترم جدا جدا الشخص أو الشيء اللي هيحس طول الوقت إن ممكن يخسره في أي لحظة. ركز في الجملة دي واحفظها كويس جدا علشان اللي هقوله لك دلوقتي. وده خلي بالك اللي بيفسره فكرة علم النفس العكسي. مش معناه انك تظلم شخص بيعامل ربنا فيك، ولا معناه انك تستخدم الاسلوب اللي هنقوله في حلقة النهاردة في انك تحاول تأذي شخص كويس معاك، ولكن معناه حاجة واحدة بس، انك بتحمي نفسك من شخص بيتلاعب بيك، وبتحمي نفسك من شخص بيأذيك نفسيا، بتحمي نفسك من شخص بيستغلك. في نفس الوقت تبطل انك تجري ورا شخص بيقلل من قيمتك، او تبطل تجري ورا شخص مش عايز يرد عليك ولا عايز يتكلم معاك. وكل اللي تحاول تعمله دلوقتي انك تخلي الشخص ده يحاول يهتم بيك ويجري وراك، وهو اللي يطاردك وهو اللي يسأل عنك طول الوقت. السؤال المهم دلوقتي، والسؤال ده خلي بالك هيساعدك جدا على فكرة، ازاي اطبق كل الخطوات اللي هتكون موجودة في حلقة النهاردة، او ازاي دلوقتي اطبق الكلام اللي انت بتقوله علشان اخلي الشخص ده يبطل يتجاهل وفي نفس الوقت يهتم بيا ويقرب مني. هقولك على 3 مفاتيح مهمين جدا، كل اللي انا عايزه منك بس انك تركز معايا وتحاول على قد ما تقدر تسمع كل الخطوات اللي هقولك عليها بشكل كويس جدا، وتمشي معايا خطوة بخطوة وتسمعني للنهاية. اكبر غلطه ناس كتير جدا بتعملها، وللاسف الشديد الغلطه دي بتجيب نتائج عكسيه جدا جدا، هي انك مثلا تخيل معايا كده تلاقي واحد صاحبك مثلا داخل عليك يقول لك انا بهتم بالانسانه اللي موجوده في حياتي جدا، انا طول الوقت بجري وراها، انا طول الوقت بلاحقها، انا طول الوقت طول الوقت طول الوقت، كلام كتير جدا يبين ان مهتم بالانسانه دي قوي. في نفس الوقت بيجي لك شخص تاني تليفونه بيفضل يرن 24 ساعه، يا ابني رد مش عايز يرد، يا ابني اتكلم مش عايز يتكلم، يا ابني حرام عليك الانسانه دي عماله ترد عليك، عماله تتصل بيك وعماله تتكلم معاك وانت مش سائل، يقول لك يا عم طنش انا مش فاضلها. ممتاز، قدامك ده وقدامك ده، لا ده بينجح ولا بينفع ولا علاقته بتنجح، ولا ده بينجح ولا بينفع ولا علاقته بتنجح، والاتنين بيخسروا في النهايه. طب انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك ان العصايه من النص هي دايما الحل في كل حاجه، انك توازن ما بين لا اهتم قوي ولا قرب قوي، لا اجري وراه وطرده ولا تجاهل وابعد عنه، انك ترجع بمعنى اصح الاهتمام الطبيعي اللي كان موجود في بداية العلاقة. مش عايز اهتمام مبالغ فيه ولا عايز تجاهل مبالغ فيه، الطبيعي. انا بهتم وانا في شغلي، بهتم وانا في حياتي العملية عادي من غير ما الاهتمام ده يأثر في حياتي. يعني مثلا تخيل معايا كده لو انت دلوقتي وصلت لمرحلة انك طول الوقت انت اللي بتبعت رسائل وطول الوقت انت اللي بتبادر، في عز ما الشخص ده مثلا ما بقاش يبادر وما بقاش يهتم، بعكس ما هو كان بيعمل الاول، كان بيهتم ويبادر وكلام كتير جدا. ركز معايا واسمعني للنهاية علشان تقدر تطبق اللي انا هقول لك عليه، تمام؟ طيب نفسيا، واللي عايزك تفهمه ان انا عايزك دلوقتي تهدى على نفسك وتجرب ما تبعتش اي رسائل. يعني لو انت طول الوقت اللي بتبعت رسائل وانت طول الوقت اللي بتتكلم، اهدى على نفسك دلوقتي وحاول انك ما تبعتش اي رسائل خالص ولا تحاول تتكلم دلوقتي. لو انت مبين للشخص اللي موجود في حياتك في نفس الوقت انك متاح بالنسبة له 24 ساعة، فاضي تسأل عنه وفاضي تتكلم معاه وفاضي تدور عليه في كل مكان، وقف كل ده، بطل كل ده دلوقتي.
زي مثلا بنت محترمة كانت دايما ترد على الشخص اللي موجود في حياتها بسرعة جدا، وكانت دايما أول ما يبعت رسالة ترد بسرعة جدا. فجأة حست إن الأسلوب ده بيخلي الشخص ده يتغير من ناحيتها، وبتخلي الشخص ده طول الوقت يتغير معاها بسبب ردودها السريعة عليه. تخيل معايا هي عملت إيه؟ بكل بساطة بدل ما كانت بترد بسرعة بدأت ترد متأخر. يعني مثلا أول ما كان بيتصل كانت بترد عليه على طول، أو أول ما بيبعت رسالة بترد بسرعة. لا، ما عادتش بتعمل كده. طب بدأت تعمل إيه؟ ركز معايا أو ركزي معايا. هو بيتصل مش بترد من أول مرة، تاني مرة هو بيتصل بتستنى شوية، تالت مرة هو بيتصل بتستنى مثلا ساعة أو ساعتين، رابع مرة بيتصل بتستنى اليوم كله ما تردش عادي جدا. وتنوع في أسلوبها، ما بتمشيش على سلوك واحد. بيبعت رسالة بتستنى شوية، وشوية بترد في وقتها، وشوية بتستنى نص ساعة، ربع ساعة، 5 دقايق، ساعة، شوية أما بيبعت لها رسالة بترد في وقتها تقول له معلش مش فاضية دلوقتي، وبعد كده تغيب اليوم كله، وبعد كده تبدأ تبعت له رسالة تاني وتقول له معلش أنا كنت مشغولة جدا، طمنا عليك. طب هو ما ردش، بتستنى لما يبقى يرد عليها براحته جدا. نفسيا الشخص ده بيوصل معاه لإيه؟ أجب أنت، اسأل، رد أنت على نفسك واسأل نفسك هو هيوصل لإيه؟ هل هيجي في باله كده وقتها ان هو يوصل لمرحلة مثلا ان يقول هي ما عادتش بتحبني فانا همشي؟ الراجل ما بيعملش كده، وبيشوف ان الموضوع تحدي بالنسبة له، فبالتالي حتى لو ما بيحبكيش او حتى لو هي مش بتحبك هتجري وراك. طب ايه اللي بيحصل؟ بتبدأ بكل بساطة، شوف بقى، بيبدأ بكل بساطة بيبدأ يعمل ايه؟ يفكر فيك اكتر، ويبدأ يسأل نفسه هي ملت مني ولا ايه؟ هو في حد دخل حياتها ولا ايه؟ ايه اللي مخليها تتغير بالشكل ده؟ بس شوف، بسيطة. يعني عارف انت نظام الطيبات؟ هي نفس الفكرة برضو او قريبة منها رحمة الله عليه. بكل بساطة الشخص اللي موجود في حياتك متعود انك بترد بسرعة، فانت عكست الموضوع. الشخص اللي موجود في حياتك متعود انك متاح، انت عكست الموضوع. بس زي ما انا متعود اكل اكلة مش كويسة بتتعب القولون بتاعي، فانا بدأت اقلل من الاكلة دي. متعود اكل كل يوم قبل ما انام، بطلت اكل قبل ما انام عشان اقوم الصبح فايق والقولون بتاعي مرتاح. سهلة يا جماعة، مش صعبة. رقم 2، ودي حلوة جدا وعايزك تركز فيها كويس جدا معايا، حتى لو هتكتبها اكتبها، تمام؟ فرق كبير جدا ما بين شخص انت بتختاره وشخص تاني انت محتاجه في حياتك. تخيل معايا كده ان الشخص اللي موجود في حياتك، تخيل ده، تخيل حس انك انت طول الوقت اللي محتاجه، حس انت طول الوقت اللي محتاج الشخص ده معاك. سؤالي بقى، وعايزك تأجب بما يرضي الله، هل الشخص ده هيحس بقيمتك الحقيقية؟ هل الشخص ده هيؤمن من جواه انك سبورت ليه وانك كل حاجة في حياته؟ هل الشخص ده هيشوف الصورة اللي انت حابب الشخص ده يشوفها اصلا؟ لا. ازاي؟ لو حد من اصدقائك برضه جالك وقال لك والله انا طول الوقت ببين للشخص اللي موجود في حياتي ان انا بحبه، ان انا نفسي فيه، ان نفسي يبقى موجود معايا طول الوقت، ما يسيبنيش، ما يبعدش عني، الحاجات دي كلها، ولكن للاسف الشديد الشخص ده مش حاسس بيا ولا حاسس بقيمتي، بيرد بمزاجه، بيتعامل بمزاجه كأن انا مش موجود. هل وقتها انت هتنصح الشخص ده وتقول له كمل، استمر في اهتمامك، قرب منه اكتر؟ ولا اول رسالة هتبدأ تنصح بيها الشخص ده ما طبيعي جدا ما يردش عليك لانك طول الوقت موجود، طبيعي جدا ما يردش عليك لانك طول الوقت بتتنازل، طبيعي جدا ما يهتمش ولا يقرب ولا يتكلم عشان انت متاح ليه باستمرار ومضمون بالنسبة له باستمرار. هيكلمك ازاي؟ وبتبدأ تديله بقى من الكلام ده كتير جدا. لكن المطلوب وقتها لما تلاقي الشخص اللي موجود في حياتك خلاص مش حاسس بقيمتك او اتغير من ناحيتك بسبب اهتمامك الزيادة او انك بتبين ليه انك محتاجه طول الوقت، ابدأ شيل الفيشة دي، افصلها خالص، قصها بالمقص. نور الاهتمام عنده هيطفي، ما هيبقاش شايفك. ليه؟ هتبقى مشغول عنه. بدل ما كنت مهتم بيه او بدل ما كنت بتبين ليه انك محتاجه، انت بقيت بتبين للشخص ده انك محتاج النادي عشان تلعب رياضة،
محتاج تخرج مع اصحابك عشان تغير جو وتعيش حياتك، محتاج تقعد مع اهلك، محتاج تذاكر، محتاج تطور من نفسك، حابب الجو الجميل ده. فلو جينا نحط الاتنين على ميزان، وده في كفة وده في كفة، شخص انت طول الوقت بتبين انك محتاجه وما تقدرش تعيش من غيره، فبيتقل عليك وبيتعامل معاك بطريقة تقلل من قيمتك. في ظل ان الكفة التانية برضو نفس الشخص، انت بطلت تهتم زيادة عن اللزوم، بطلت تبين انك موجود زيادة عن اللزوم، بينت انك مش بتكلمه غير لما تكون فاضي. انهي فيهم هيبص عليك؟ انهي فيهم هيدور عليك؟ انهي فيهم هيهتم؟ وصلتك ولا اقولها لك تاني؟ فمعنى كلامي ان الناس دايما، طبيعة البشرية كده، خلي بالك، مش انت لوحدك ولا الشخص ده لوحده، هي طبيعة الحياة كده. معنى كده ان الناس دايما بتحب انها تقرب من الشخص اللي دايما عنده حياته، مهتم بالرياضة، مهتم بشغله، مهتم بنفسه، بيحب نفسه جدا. لكن صدقني والله العظيم هي طبيعة الحياة كده، ودي طبيعة النفس البشرية اصلا كده طول الوقت. لما تلاقي شخص متاح ليها 24 ساعة عادي تاخد جنب، لكن لما تلاقي شخص عايش حياته وحاسة من جواها انها ممكن تخسر الشخص ده، او حاسين من جواهم ان الشخص ده ممكن يبعد عنهم في اي لحظة، يتمسكوا بيه جدا، يدوروا عليه جدا. طب هسألك سؤال، انت ازاي مهتم بشخص بيتجاهلك؟ انت ازاي بتطارد شخص مش بيهتم بيك؟ فاللي انا عايز اقوله لك يا صديقي الجميل، ان دايما اما تلاقي الناس او المجتمع اللي حواليك شايفك متاح، بتحرق نفسك معاه 24 ساعة، قريب منهم 24 ساعة، ما تستناش منهم الاحترام، ولا تستنى منهم التقدير، ولا تستنى منهم تعظيم السلام، ولا تستنى الكلام ده كله. انا قلت لك انت بتجري ورا الشخص اللي قدامك ليه؟ انت بتطارده ليه؟ لانك حاسس بالفقد، حاسس انه ممكن يروح لحد تاني، حاسس انك ممكن تخسره، بالرغم ان ممكن الشخص ده ما يكونش يهتم بيك زي ما انت بتهتم بيه، ما يكونش قرب منك زي ما انت بتقرب منه، ما يكونش عمل مجهودات كتير جدا في العلاقة ايجابية زي ما انت بتعمل، ما بادرش كتير زي ما انت بتبادر. يعني 90% ممكن نقول انت عملت اللي عليك، اللي يخليك تقعد حاطط رجل على رجل وتقول له طز امشي اعمل اللي انت عايزه براحتك خالص. ولكن انت ما بتعملش كده، انت مصر برضه في انك تقرب منه وتجري وراه وتلحقه. ليه؟ لانك حاسس انك ممكن تخسر الشخص ده. فهي نفس الحسبة، هي نفس الفكرة، بس الهدف من الحلقة دي ايه؟ عايز احسسك بنفسك، عايز احسسك بقيمتك، عايزك تقف قدام المراية كده وتبص لنفسك وتبص لجمالك، وتحاول تشوف انك بني ادم محتاج اللي يهتم بيك وانت تهتم بيه، اللي يحترمك وتحترمه، اللي يقدرك تقدره، من الاخر اللي يعامل ربنا فيك وانت كمان تعامل ربنا فيه. رقم 3، ودي نقطة انا متأكد انك هتجيب ورقة وقلم دلوقتي وتبدأ تكتبها، اسمعها للنهاية وركز فيها كويس جدا. الشخص اللي موجود في حياتك، او نقطة الغموض اللي هتكلم معاك فيها، انك ما تحاولش تكشف كل اوراقك للشخص اللي موجود في حياتك، في نفس الوقت ما تحاولش تشرح نفسك للشخص اللي موجود في حياتك. دي زي النقطة اللي قبلها على فكرة او قريبة منها. يعني النقطة اللي فاتت احنا بنقول انك ما تكونش متاح دايما مع الشخص ده باستمرار، او مع الناس اللي موجودين حواليك، وعلشان يحس بقيمتك ويهتم بيك. في نفس الوقت برضو انت لما تحاول انك تكشف اوراقك كلها للناس اللي موجودين في حياتك او للشخص ده، وتحاول تشرح دايما اللي انت بتحس بيه للشخص اللي موجود في حياتك، فللأسف الشديد جاذبية هذا الشخص تجاهك بتبدأ تقل. زي مثلا، خلينا نقول المثال ده، لك ان تتخيل ان الشخص اللي موجود في حياتك جاب الراحة كده وقال لك ايه؟ انت ما بقتش بتهتم بيا ليه؟ انا تعبان جدا من انك مش مهتم بيا، انا تعبان جدا انك مش بتقرب مني، كلامك واهتماماتك اللي كنت بتستخدمها معايا الاول ما عادتش زي الاول، هل في حد في حياتك؟ انا حزين، انا تعبان. تبدا تقارن بقى ما بين اسلوبه دلوقتي واسلوبه في البدايات، حاجات كتير جدا. فانت كده حرقت نفسك، وكده خليت الشخص ده يبدا يبعد عنك اكتر، وما تستناش ان الشخص ده يهتم بيك، ولا تستنى ان الشخص ده ممكن يقرب منك بعد كده، مستحيل. في نفس الوقت مش لازم كل ما يحصل معاك حاجة في يومك، وده على فكرة انا بشوفه في علاقات كتير جدا، كل ما يحصل حاجة قالوا انا حصل معايا كذا وكذا، اسكت، مش انا حصل معايا النهاردة موقف كذا وحصل معايا كذا وحصل معايا كذا. هينجذب ليه؟ هيقرب منك ليه؟ انت طول الوقت يا بتحكي مشاكل يا بتحكي مواقف حصلت معاك في يومك. استنى، خليه يسأل، عوده انه يقول لك احكي لي حصل معاك ايه النهارده،
والله النهارده حصل معايا موقف رهيب جدا. ها وبعدين عملت ايه؟ ده انا عملت وعملت وعملت. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل كذا وكذا. فبتدي رياكشن للشخص ده ان يهتم بيك قوي، ان يسمع لك، يسمع انت بتقول ايه. لكن فكره من نفسك ده حصل وحصل، هيمل منك، هيكلمك ليه اصلا؟ ما هو عارف ان لو اتصل بيك هتفضل تحكي له حاجات كتير جدا، عارف ان لو بعت لك رساله هتتكلم في حاجات كتير جدا ملهاش لازمه. في نفس الوقت الشخص اللي موجود في حياتك لا بيهتم ولا بيقرب ولا بيسال، او مثلا الشخص ده ما عادش كويس معاك زي الاول، فنفسيا انت عمال تبرر لتصرفات الشخص ده. زي بالظبط انت محترم ولطيف جدا مع الناس اللي موجودين حواليك، بس محترم زياده عن اللزوم ولطيف جدا زياده عن اللزوم. ده مش عيب ولا ده غلط ولا حرام، بس تخيل معايا كده ان اللطف اللي انت بتاعك ده او الطيبه بتاعتك دي ودتك لمرحله انك تتنازل. عارف يعني ايه تتنازل؟ في انك طول الوقت اللي يقولك على حاجه طيب ماشي، في ان اللي يجي يقولك كلمه مش كويسه يمكن مش قصده، اللي يسمعك مثلا حاجه مش كويسه معلش يمكن مش قصده، اللي يتاخر عليك في ميعاد يمكن مشغول، اللي مش عارف ايه ماشي. ادي لغيرك 70 عذر، مفيش مشكله. بس لما تبقى قاعد في مكان وتلاقي الشخص اللي انت بتديله كل حاجه وبتهتم بيه وبتقرب منه هو الشخص اللي دايما بيقلل من قيمتك، هو الشخص اللي دايما بيضحك الناس اللي موجودين عليك، هل دي لها علاقه بالطيبه؟ لا. فدايما حتى كل شيء في حياتنا لازم يبقى له حدود. يعني انت طيب، طيب بس حازم، وبحط للناس اللي موجودين في حياتي حدود. مستحيل ايا كان الشخص ده مين ان يعدي الحدود دي. هيخاف منك وهيحترمك وكلمتك هتتسمع وهتلاقيه بيقرب منك وحاجات كتير جدا احنا شرحناها في حلقه قبل كده. تمام؟ فنفس الكلام الحدود. حاول انك ما تكونش عامل زي الكتاب المفتوح، دي حدودك. تحاول سألك اتكلم، بيفضفض فضفض انت كمان، بيجي يحكي لك مواقف عن يومه انت كمان احكي مواقف عن يومك. ما حصلش ده انت ما تحكيش. ادي شيء من الغموض في العلاقة علشان هو يقرب منك اكتر ويهتم بيك اكتر. الليلة دي كلها او الدايرة دي انا عمال الف فيها ليه؟ لان عقلك في الوقت ده بيكره الفراغ جدا. فانت لك ان تتخيل ان الشخص اللي موجود في حياتك لما تبقى انت عامل زي الكتاب المقفول كده، ومش بترد ولا بتتكلم غير لما هو بيسألك، وبتحاول انك ما تبررش، وبتحاول تبين انك مشغول ومش بتتكلم غير ما تكون فاضي، نفسيا الشخص ده يبدأ يحس بالفراغ. وعقله احنا قلنا ايه؟ بيكره الفراغ. فيبدأ يفكر فيك اكتر، ويفكر في المواقف اللي كنت بتهتم بيها، ويفكر في الايام اللي كنتوا بتخرجوا فيها مع بعض، في مكالماتكم مش عارف ايه، فيشتاق لك اكتر، فيتصل بيك اكتر ويراقبك اكتر ويقرب منك اكتر. بس صعبة؟ اكيد مش صعب. رجاء حاول على قد ما تقدر انك ما تستخدمهاش غير مع الشخص اللي بيقلل من قيمتك، الشخص اللي مش بيحترمك، الشخص اللي دايما بيلعب بيك. لكن الشخص اللي دايما بيعامل ربنا فيك، الشخص اللي دايما كويس معاك، الشخص اللي دايما بيحاول انه يقرب منك وكويس معاك، اوعى تستخدم معاه اسلوب زي ده. بس ليه؟ لان الشخص اللي زي ده هو كويس معاك وعمال يقدم 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 في حاجات كويسة. فمجرد ما انت تحاول انك تستخدم اساليب زي اللي قلت لك عليها، هيبدأ يحس ان كل حاجة هو بيعملها ملهاش قيمة، او انت كده بتقلل منه او فيبدأ يعمل زي اللي انا قلت لك عليه النهاردة. ففجأة تلاقي الشخص ده استخدم معاك اساليب زي اللي قلتها لك ويمكن اصعب منها كمان. فبالتالي انت هتتعلق بيه اكتر وهتتأذى انت نفسيا اكتر. لكن شخص بيتلاعب بيك ومش كويس معاك، او قاصد ان هو يسيطر عليك، او قاصد ان يستخدم معاك الاساليب دي كلها علشان خاطر انت نفسيا تجري وراه طول الوقت، اذا ده شخص تلاعبي. فاي شيء هتستخدمه معاه هيأثر فيه جدا، وهيجيب معاه نتيجة كويس جدا جدا، لان هو ليه هدف انه يسيطر عليك. لكن الشخص التاني هدفه ان يعامل ربنا فيك وكويس معاك. لما يلاقي ان ده ما بيتمرش فيك هيسيبك ويمشي. ممكن يعيش حياته مثلا مع حد تاني، ممكن مثلا ان هو يبدأ يكرهك اكتر. لكن الشخص التلاعبي لا، مش هيعرف يعمل ده، لان عنده هدف انه يسيطر عليك ولسه ما وصلوش. المهم يعني ان الهدف دايما من الحلقات دي او من المحاضرات اللي انا بقدمها لك دي هو انك ترجع التوازن لنفسك وللعلاقة من جديد. ان الميزان ما يبقاش فيه كفة فوق ولا كفة تحت،
أنت بتهتم فأنا باهتم، أنت بتقدّرني باقدّرك، بتحترمني باحترمك، حاطط لي حدود في العلاقة، حطيت لك حدود في العلاقة بس، مش مختلفين على شيء. بدل ما تكون أنت في النهاية الطرف اللي طول الوقت بيجري وراه، وطول الوقت بتحاول تطارد الشخص ده في كل مكان. لو كانت الحلقة دي على المستوى المطلوب، ولو كانت الحلقة دي فعلًا أنت استفدت منها بشكل كبير جدًا حتى ولو بالقليل، فادعمنا بلايك واشتراك، وقول لنا برضو رأيك في الكومنتات. مش بس كده، ما تنساش كمان انك تشير الحلقة دي لأكبر عدد من الناس او للأصدقاء الموجودين عندك. اللايك بتاعك كمان هيساعد الفيديو بان هو يوصل لأكبر عدد من الناس، والدال على الخير كفاعله. وربنا يسعدكم دايما، وخلي بالكم من نفسكم، واشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى.